كتابة القرآن العظيم تمت فور نزوله، لا كما يدعي بعض المستشرقين يقول لك تمت الكتابة بعد ذلك بفترات طويلة. كذبوا، وما عندهم دليل على ذلك، وإنما هي دعوة بلا دليل. القرآن العظيم أول ما كتب فور نزوله. الأمر الثاني، الصحف الصديقية منسوخة من القطع النبوية، وليس فيها ثمة حرف واحد للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الأمر الثالث، أن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما حدث ما حدث في الفتوحات في أرمينيا وأذربيجان، دعا زيد بن ثابت وشكل لجنة وأتى بالصحف من السيدة حفصة، الصحف الصديقية البكرية، ونسخ منها نسخا لم يقم بعمل آخر. هنا في هذه المرحلة أحب أن أكلم بعض الإخوة المتبحرين والمتوسعين في هذا الموضوع. في كتب علوم القرآن وفي بعض كتب التفاسير، يعني بعض ساداتنا العلماء أطلقوا العنان لخيالهم وصاروا يتصورون سيناريو لما حدث في ذلك الزمان. فمنهم أتى بكلام عجيب، أن سيدنا عثمان حذف 6 أحرف من الأحرف السبعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا كما علمتم. فقالوا إن سيدنا عثمان لغى 6 وأبقى واحدا. يا سبحان الله، وما هي ال6 التي ألغاها؟ كلام ليس عليه دليل. كل الذي عمله عثمان رضي الله عنه أن طلب الصحف من أم المؤمنين حفصة، ودعا زيدا وشكل لجنة وقال انسخوا لنا من هذه الصحف الموثقة عدة نسخ، وأرسل النسخ إلى الأمصار وطلب من المسلمين أن يتبعوها ولا يخالفوها. هذا كل ما في الأمر. فمن أين أتى سيدنا عثمان رضي الله عنه بصلاحية أن يلغي 6 أحرف من الأحرف السبعة ويبقي حرفا واحدا؟ هذه الصلاحية من أين أتى بها؟ ثم هل علماؤنا متفقون على معنى الأحرف السبعة أصلا؟ هذا حديث قد نتعرض له فيما بعد. علماؤنا مختلفون على أكثر من 40 قولا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. احفظوا هذه القاعدة: وكثرة الأقاويل في الشيء الواحد تعود عليه بالجهالة. لما نقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أنزل القرآن على 7 أحرف كذا، ويقول الآخر لا بل مراده كذا أو كذا أو 40 قول، هل هذا يعود على الحديث بالعلم أم بالجهالة؟ يعود عليه بالجهالة. الذي يعود عليه بالعلم أن يتفقوا على معنى واحد، كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع معروف وكل علماء المسلمين يقولون البيع حلال، وحرم الربا، الربا معروف وكل علماء المسلمين يقولون الربا حرام. إذن اجتماع العلماء على على مراد معنى واحد من نص قرآني أو نبوي، هذا يعود عليه بالعلم. أما اختلافهم في أقاويل عدة في نص واحد يعود على هذا الشيء بالجهالة. إذن ما كل ما نقرأه في الكتب يعني مروي، وإنما فيه نوع من الخيال، فيه نوع من التصور قام به بعض سادتنا العلماء عن حسن نية، عن حسن قصد لتصور ما حدث. الذي حدث هو ما وصفته لكم. وساداتنا الصحابة رضي الله عنهم ليس لهم في رسم المصحف إلا فضيلة النقل المحض. ليس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خط المصحف إلا فضيلة أنهم كانوا أمناء في النقل المحض، ما زادوا ألفا ولا واوا ولا ياء ولا نقصوا. الذي كان في القطع النبوية فرغه زيد في القطع الصديقية، والذي كان في القطع الصديقية فرغه زيد واللجنة التي معه في المصاحف العثمانية. فلما يقال مصاحف عثمانية فقط لأن الذي أمر بكتابتها هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وليس فيها تجديد وابتكار أبدا أبدا أبدا. وكل ما نجده في القرآن العظيم من ألفات زائدة هي زائدة بنظرنا، لكنها لحكمة يعلمها الحكيم. والسماء بنيناها بأيد مكتوبة بيائين، هكذا يجب أن تكتب، والقراء مجمعون على نطقها بياء واحدة، ولا يصح أبدا حذف إحدى اليائين من الخط، وإلا نكون قد ضيعنا حرفا أراده الله سبحانه وتعالى مكتوبا لا منطوقا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا في سورة الكهف، لشيء بين الشين والياء هناك ألف مكتوبة
تكتب ولا تنطق، لا يصح حذفها من الخط أبدا، ولا يصح بالمقابل قراءتها. القرآن العظيم يا إخوتي كلام الله عز وجل، ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كم هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ كذلك الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق، فكلام الله عز وجل مخالف لكلام البشر من جميع الزوايا ومن جميع المناحي. لذلك يقول أهل اللغة: كلام العرب ثلاثة: نثر وشعر وقرآن. كلام العرب ثلاثة: نثر وشعر وقرآن. القرآن ما هو بنثر ولا هو بشعر. القرآن العظيم سور فيها آيات، وآيات فيها جمل وفيها معاني. القرآن العظيم يقرأ بتلاوات عديدة ستأتي معنا في النقل الصوتي للقرآن الكريم، وليس هناك نص يقرأ بعدة طرق. أتعلمون نصا يقرأ بعدة طرق إلا القرآن العظيم؟ كذلك كتابته معجزة، فالقرآن معجز في نزوله، معجز في ترتيبه، معجز في لفظه، معجز في كتابته، مغاير لكلام البشر من كل الزوايا، لأنه كلام خالق الأكوان سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. هذا الذي كنت أتكلم عنه نستطيع أن نراه في اللوحات التعليمية لحلقة هذه الليلة. فنرى أمامنا مراحل تدوين القرآن الكريم. المرحلة الثانية تفريغ الكتابة السابقة يعني الكتابة النبوية التي تمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحف زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الصور التي ترونها حول الكتابة تمثل، التي على يسار اللوحة، تمثل القطع البدائية التي كانت تتم الكتابة عليها، وهي اللخاف يعني القطع الحجارة البيضاء الرقيقة وبعض العظام وشيء من رق الغزال. هذا على يسار الصورة وفي وسطها. أما على يمين اللوحة فنرى بأن هناك صحفا متتابعة ولكنها غير يعني مربوطة بعضها ببعض بخيط ولا بسواه، فلذلك اسمها الصحف الصديقية أو الصحف البكرية. المرحلة التي بعدها نسخ عدة مصاحف من الصحف السابقة. الآن صار عندنا مصاحف بدل الصحف زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. الآن صار في عندنا عدة مصاحف نسخت من تلك الصحف الصديقية. نعم. اللوحة التي بعدها: أرسل عثمان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف السابقة التي كتبها زيد واللجنة التي شكلها عثمان رضي الله عنه إلى كل مصر من أمصار المسلمين مع قارئ متقن يقرئ الناس. إذن ليس القرآن العظيم كتابا ورقيا فقط، ولكنه بالإضافة إلى الكتابة منقول إلينا صوتيا، رجلا عن رجل، أذنا عن فم، وفما عن أذن، من أول الإسناد إلى آخره. الصورة التي على اليسار تمثل البلاد التي أرسل إليها سيدنا عثمان نسخا من المصحف الشريف. أرسل إلى الشام والكوفة والبصرة والبحرين. وكنت قد ذكرت وأذكر كلمة البحرين في زمن النبوة تعني الساحل الشرقي لجزيرة العرب، يعني فينا نقول الآن من بدء من الكويت شمالا إلى يعني عمان، إلى منطقة عمان في جنوب الخليج العربي. كما أنه أرسل نسخة إلى اليمن وإلى مكة نسخة، وأبقى في المدينة نسختين: نسخة اسمها المصحف المدني الخاص وهو الذي كان عند سيدنا عثمان وسال دمه رضي الله عنه على ذلك المصحف لما استشهد في المدينة، والنسخة الثانية اسمها المصحف المدني العام في المدينة المنورة. هذه هي المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان.